السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحلقة الرابعة من صفحة في تاريخنا، واللي أتمنى إن الحلقات دي تعجبكم. وزي ما قلت الغرض منها أولا وأخيرا إن ناس كتير حتى من الجيل الحديث بالذات ما يعرفوش الكتير عن أبطال حرب أكتوبر، الناس اللي حققت نصر العظيم اللي إحنا كلنا بنفتخر بيه لحد النهاردة. النصر اللي تحقق بصعوبة بالغة، وفي ظرف 6 ساعات فقط استطاعت مصر أن تنتصر على إسرائيل وتهزمها في معركة كبيرة لا تنسى. النهارده في الحلقة الرابعة بتاعتنا بنتكلم على سيد هنداوي. كتير قوي ما يعرفوش مين سيد هنداوي. برضه بنقول سيد هنداوي هو بطل من أبطال حرب أكتوبر، واللي بنتكلم عنه في صفحة من تاريخنا النهارده. وزي ما قلنا كتير قوي ما يعرفوش سيد هنداوي. سيد هنداوي على فكرة كان بطل فرقة الدبابات في حرب أكتوبر. بيقولوا عن سيد هنداوي إن سيد هنداوي بطل الدبابات الانتحاري في حرب أكتوبر، لكن يكفي أن تعرف جرأة وشجاعة سيد هنداوي، خصوصا في حرب الاستنزاف وحرب أكتوبر. يعني بطولته ما كانتش باينة في حرب أكتوبر بس، إنما بانت كمان في حرب الاستنزاف اللي هي الفترة اللي من سنة 1967 لحد سنة 1972. بنقول سيد هنداوي حقق بطولات كبيرة جدا. أثناء حرب أكتوبر الدبابة بتاعته ولعت، زمايله شاوروا له نط منها اعمل منها، الراجل مرضيش ينط من الدبابة ولا يهرب ولا يسيبها. فضل يقود الدبابة وهي محترقة وماشي بيها لحد ما دخل وسط قوة أو فرقة مشاة إسرائيلية بدبابته. أراد إن هو قبل ما يستشهد يموت معاه فرقة كاملة. ودي كانت البطولة بتاعت سيد هنداوي، الراجل اللي اختار طريق الشهادة عشان يحقق صورة جميلة لبلده ويعرف العالم مين هم أبطال مصر. وزي ما قلت أول ما الدبابة ولعت والكل بيصرخ فيه نط اقفز بتاع، الراجل رفض، فضل ماشي بالدبابة لحد ما دخل بيها في وسط فرقة مشاة إسرائيلية، وانفجرت الدبابة بيه ودمرت معاه فرقة مشاة إسرائيلية كاملة، ومات معظم أفراد هذه الفرقة الإسرائيلية. بل إن الباقيين استسلموا لقواتنا اللي فضلوا صاحيين أو مصابين إصابات خفيفة، استسلموا لقواتنا المصرية. ومات سيد هنداوي شهيدا وبطلا. مات سيد هنداوي ليترك رمز للبطولة المصرية، ولذلك بيقولوا عليه سيد هنداوي بطل معركة الدبابات في حرب أكتوبر 1973. شايف البطولة؟ راجل اختار للشهادة عن الحياة، ولكن قبل ما يحصل على هذه الشهادة أراد أن يدمر عدد كبير من جيش إسرائيل من فرقة من فرق المشاة الإسرائيلية، وتحقق له ما أراد بسبب بطولاته. يلا مع بعض كلنا كده نقرأ الفاتحة لسيد هنداوي البطل العظيم أو بطل معركة الدبابات في حرب أكتوبر.